Hallo alle zusammen. Heute haben wir eine neue und wichtige Folge. Wir behandeln zusammen den Unterschied zwischen den Redemitteln es gibt und es geht. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد ومهم جدا، وهو الفرق بين أسلوب التعبير es gibt ووسيلة التعبير es geht. Seid ihr bereit? Lasst uns anfangen. أولا هنتكلم عن es gibt. دي تركيبة على بعضها بمعنى يوجد. ما ينفعش الفعل لوحده يجي أبدا من غير الاس اللي هي ضمير، وإلا هيختلف معناه تماما. طيب تعالوا نشوف على أمثلة علشان الدنيا تبقى أوضح. Es gibt viele Kleidungsstücke in diesem Einkaufszentrum. Es gibt viele Kleidungsstücke in diesem Einkaufszentrum. يوجد الكثير من الملابس في مركز التسوق. Einkaufszentrum يعني مركز التسوق. دلوقتي شفنا مصطلح في أول الجملة es gibt، ونخلي بالنا إن es حلت هنا محل الفاعل، فوقفت في الأول لوحدها والحرف الأول فيها بقى جروس يعني كابيتال أو مكتوب بشكل كبير. ونخلي بالنا إن جبت هي في الآخر عبارة عن فعل، وعشان كده خدت الموضع التاني في الجملة زي أي فعل وجد رقم 2. طيب تعالوا نشوف نفس المثال بشكل تاني. In diesem Einkaufszentrum gibt es viele Kleidungsstücke. In diesem Einkaufszentrum gibt es viele Kleidungsstücke. في مركز التسوق هذا يوجد الكثير من الملابس. في المثال اللي قدامنا شفنا مصطلح معكوس، جبنا الارت اللي هو Einkaufszentrum يعني هو المكان الأول، وبرضو الفعل يفيد الرقم 2. وفي الحالة دي اس جت لازقة في الفعل اللي بعديه على طول، يعني الفعل دايما رقم 2 اللي هو جبت، اللي هو جزء من اسلوب التعبير اس جبت. يا اما اس تيجي في الاول، يا اما هتيجي بعديه على طول. لو في حاجة تانية في الاول بتيجي بعديه على طول لازقة فيه. طب سؤال، امتى ممكن اس ما تجيش لازقة في الفعل على طول؟ هل ده ممكن يحصل؟ ايوه، ده ممكن يحصل في حالة واحدة بس، وهي النيبن زيتس او الجمل الجانبية. طب تعالوا نشوف شوية امثلة على كده. Ich bin in der Schule, in der es viele andere Schüler gibt. Ich bin in der Schule, in der es viele andere Schüler gibt. أنا في المدرسة التي بها الكثير من التلاميذ الآخرون. طبعا احنا عارفين في الجمل الجانبية اللي زي كده الفعل بيجي في الآخر، والفعل هنا هو جزء من تركيبة اس جبت. عشان كده كلمة جبت لوحدها جت في الآخر خالص، والاس جت لازقة بالظبط بعد بداية الجملة الجانبية أو بعد أداة الربط لو في أداة ربط. طب تعالوا نشوف كمان مثال. Ich komme nicht in die Party, weil es einen Studenten gibt, den ich hasse. أنا لن آتي إلى الحفلة لأن هناك طالب أكرهه. Ich komme nicht in die Party, weil es einen Studenten gibt, den ich hasse. هنا كمان نفس الفكرة، الضمير اس جه لازق على طول في أداة الربط weil، والفعل بتاع المصطلح اس جبت جه في آخر الجملة. ومن هنا ناخد بالنا من تاني أهم ملحوظة على الإطلاق، وهي إن المصطلح ده بيجي معاه الحالة الإعرابية أكوزاتيف زي ما شفنا في الجملة بتاعتنا einen Student. طب تعالوا نشوف جملة توضح الحالة الإعرابية أكتر. Es gibt einen Apfel auf dem Teller. Es gibt einen Apfel auf dem Teller. يوجد تفاحة واحدة في الطبق. هنا جت كلمة دي أبفل في حالة الأكوزاتيف، فجي معاها الأداة النكرة einen عشان أكوزاتيف. يعني يبقى معنى كده إن الحاجة اللي بتكلم عليها وبقول إنها موجودة هي اللي بتقع عليها الحالة الإعرابية بتاعة الفعل وبتكون أكوزاتيف. طب دلوقتي
لازم ناخد بالنا قوي من غلطة بتتكرر كتير قوي، وهي ان ناس كتير بتتعامل مع الفعل جبت اللي جوه المصطلح اس جبت على انه فعل عادي، وبتبدأ انها تصرفه مع الشيء اللي بتتكلم عنه، زي المثال الآتي: Es geben viele Kinder hier. طبعا دي جملة غلط تماما، لان مفيش حاجة اسمها es geben. ايا كان اللي بتكلم عنه جمع او مفرد، بلورال او سينجولار، لازم لما نتكلم نقول es gibt، زي المثالين دول. Es gibt viele Kinder hier oder es gibt ein Kind hier. في الأول قلنا في أطفال كتير، كنا بنتكلم جمع وقلنا عادي es gibt. في التاني قلنا es gibt ein Kind hier، يوجد طفل هنا، طفل واحد وبرضه es gibt. يبقى في الجملة الأولى كانت جمع والجملة التانية كانت مفرد، وفي الحالتين كان نفس المصطلح واحد es gibt. وبكده نكون خلصنا وفهمنا المصطلح الأول. طيب دلوقتي خلونا نتكلم عن المصطلح التالي وهو es geht. المصطلح ده كمان بيتكون من ضمير وفعل، وبرضه مينفعش يتصرف، هو دايما ثابت بالشكل ده. طيب نيجي بقى لأهم سؤال دلوقتي: ايه معنى المصطلح ده؟ في الحقيقة المصطلح ده ليه معنيين مهمين جدا، تعالوا نشوف كل واحد منهم. Zuerst die Bedeutung von befinden، يعني المعنى بتاع الحال. يعني لما اتكلم عن حالي او اسأل حد عن حاله، وهو اشهر معنى واول معنى بناخده للمصطلح ده دايما، وبيجي معاه داتيف زي الامثله اللي هنقولها دلوقتي. Wie geht's dir؟ يعني كيف حالك. وشوفنا دي اهي داتيف، والاجابه es geht mir gut، انا حالي كويس. وساعات ممكن نختصرها وهو الشكل الاسهل، فبنقول Wie geht's dir؟ mir geht's gut. وهنا عملناها بعلامة الحذف أو فيما معناه أبوستروف اس. وطبعا تأكيدا على اللي قلناه، خلوا بالكم إن هنا جت مع ديا وندميا، عشان زي ما قلنا بيجي معاها دايما داتيف. Die zweite Bedeutung Fazit oder Zusammenfassung machen، يعني المعنى التاني للإسكيت نستخدمه لما نيجي نقول خلاصة فيلم أو ملخص موضوع أو ملخص كتاب أو أي حاجة، هنقول هي بتدور عن إيه. يعني المعنى التاني بمعنى يدور عن، ولكن في المعنى ده بيكون مرتبط دايما بحرف الجر zum Beispiel Es geht in diesem Text um die alten Leute. في هذا النص يدور الموضوع حول كبار السن. Es geht in diesem Text um die alten Leute. كمان مثال: Die Präsentation geht um einen alten Mann. يدور العرض حول رجل مسن. وطبعا ناخد بالنا ان مع حرف الجر هنا جه معاه اكوزاتيف alten Mann die alten Leute، دول تحت الحالة الإعرابية اكوزاتيف. وخدنا بالنا برضو في المثال التاني اننا ما بدأناش بإس، قلنا die Präsentation geht's die alte Mann، لكن فضل الفعل جيت اللي هو جزء من المصطلح اس جيت في مكانه رقم 2 في الجملة، وجات اس لازقة فيه بعديه على طول. طب لو عايز أسأل باستخدام المصطلح ده، يعني أقول مثلا هو النص ده بيدور على ايه، يبقى ممكن نقول worum geht's in diesem Text، عن ماذا يدور هذا النص. وطبعا استخدمنا الأداة دي worum عشان الإجابة هتكون عشان كده قلنا wo plus worum geht's in diesem Text. وبكده نكون قلنا المعنيين بتوع المصطلح ده، وفرقنا كويس ما بين اسكيت und es gibt. طب دلوقتي تعالوا نشوف شوية أمثلة مع بعض ونشوف هنختار ايه.
Nummer 1. Der Film ist sehr interessant. Indem es einen Diebstahl هتبقى geht ولا gibt. تعالوا نفكر فيها بالراحة. أولا هو بيقول لي الفيلم مثير جدا. Der Film ist sehr interessant. فبيقول جوه الفيلم في عملية سرقة. indem es einen Diebstahl في عملية سرقة ولا بيدور حوالين عملية سرقة. هنحس ان ممكن الاتنين ينفعوا باختلاف المعنى، لكن لو ركزنا هنلاقي هنا في حرف جر einen Diebstahl، وده معناه ان هنا هنستخدم es geht لان هي اللي بيجي معاها. فهتبقى der Film ist sehr interessant indem es einen Diebstahl geht. Nummer 2. Es 3 Sprachen in der Schule die ich lerne. هتبقى es geht ولا es gibt. دلوقتي هو بيقول في 3 لغات في المدرسة. es 3 Sprachen in der Schule. بيقول اللي أنا بتعلمها، فأكيد مش هينفع تكون في المدرسة تدور حول 3 لغات، أكيد يوجد بها 3 لغات، فتبقى es gibt 3 Sprachen in der Schule die ich lerne. Nummer 3. Es mir schlecht, wenn ich keine guten Noten bekomme. هتبقى es geht mir schlecht ولا es gibt mir schlecht. هو هنا بيقول أنا بكون مش كويس أو حاسس إني مش كويس لما بجيب درجات مش كويسة. إذن هو بيتكلم عن الحال. طب احنا قلنا الحال ده بنعبر عنه ايه الحاجة اللي بتعبر عن الحال؟ es geht. فهتبقى es geht mir schlecht، يعني أنا بكون مش كويس، حالتي مش كويسة wenn ich keine guten Noten bekommen. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، وأتمنى تكونوا فهمتوا كل حاجة. ولو في أي أسئلة سيبوها هنا في الكومنتس، ومتنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. تشوس.